الرحلة فيها مشقة وفيها عذاب خير الله. هم بتركيا بيطلع لك على المهربين بيعذبوا فيك عذاب خير الله، بياخدوك وبيجيبوك، واوقات بينصبوا عليك، اوقات تطلع بالزودياك بيطلع لك الغفر التركي بيغرق الزودياك ان كان بقلب اطفال ولا نسوان ولا شو كان بيغرقها، وبتدلك بدار البحر عم تعوثر حتى الله سبحانه وتعالى يبعث لك الغفر اليوناني، او هن يرجعوا زورق غيره يطلعك ويرجعك. بيرجعك على البر مثلك هن ياخذينك على ما تاكل، بيخلوك نهارين من دون اكل وشرب، وبعدين اخر شيء بياخذوك على محل المهاجرين، من هونيك ما بفوتوك عليه كمان، يعني مثل السجن من برا بياخذوا اسمائك وبيقول لك الله معك. مرتي وست اولاد روحوا قبل مني على المانيا، بعرف انه بدنا نكون في معاناه، المهم يوصل الانسان يعني عند اولاده، يعني انا مرتي واولادي هونيك شو بدي اعمل بلبنان بقى؟ هذا 6 اطفال وامهم هونيك، انا هجرت عائلتي قبل قلت لانه يروحوا يامنوا على حولهم، برجع انا بلحقهم. هسه كان في عندي امل انه ممكن اقدر اروح لعندهم، بس لما سمعت انه اللبناني هونيك اقامه ما بياخذ، بيعيش العمر كله بلا اقامه، يعني بيطعموك وبيشربوك وبينيموك، بس بتعيش بكرامه، يعني انه ما بتلاقي الصبح كهرباء انحط عليك بس انت تضرب الاشتراك، ولا بتقول ابني راح على المدرسه وصل ولا ما وصل، ولا بتقول ابنك صار عمره 18 سنه اليوم صارت فتنه بالشارع، السياسيين عملوا فتنه طائفيه بين الشيعي والسني، ولا بتلاقي الزعماء عم ينفقوا بالطائفيه مشان اولادها تموت بالشوارع، واولادهم هن باحسن باسبورات باحسن دول بالعالم بيروحوا، اولادنا ممنوع يطلعوا حتى على التل، يعني من المينا للتل او من المينا لبيروت، في مستقبل لاولادك اللي عنده يكون عنده 6 شباب وبنت. طيب شو بدي اعمل لهم مستقبل؟ انا اذا بدي اتجوز واحد منهم بدي 10 سنين لصمده لاجوزه. 6 اولاد وامهم، شو ما اشتغلت وشو ما طلعت لو يوميتك 50,000 ما بتأديك حق اكل وشرب، شو بدك تصمد منه وشو بدك تعمل منه؟ وبعدين الحياه هيدي حياه بلبنان، انت برايك حياه كل يومين 3 بيطلعوا لنا بقصه شكل؟ ما حاكمة لبنان محكومة من شخصين 3. والله انا ماني رايح على رفاهية، انا رايح لعيش بامان، انا رايح لعيش بدولة تحترمني تحترم حقوقي، انا رايح لحتى اشعر ان انا بامان وولادي بامان، ما انا اليوم اروح ولادي على المدرسة طلع انفجار هون، او والله اثنين عليهم وبعضهم السياسيين يكونوا شيلينهم على بعضهم قوصوا بعضهم ابني راح بالطريق، او والله انا بقرا اجت المخابرات ان كان المعلومات ولا الجيش اللبناني اخذني لانه والله انا حكيت مع واحد بيصلي او بيفوت على الجامع او ما بعرف ايش بدي اقول لك، يعني لبنان بلد بس عايشين فيه المافيا والعصابات السياسيين، نحن سببنا السياسي، هن دول رجال السياسي سبب كل هالشباب اللي تجرت وكل هالناس اللي تجرت، شكيتوا الاحكام الحاكمين اللي ما بتسكروا بيت، هن السبب، السياسيين هن السبب، كل شيء في السياسي بلبنان هو سبب كل انسان عم يغادر لبنان، اولادهم بيعيشوا احسن عيشه، اولادهم بيموتوا الجوع، كل هالسياسي. انا بتمنى من كل رجل بلبنان قادر يتعمل عيلته وما يمشي ورا السياسي، لانه السياسي بالانتخابات بيجي لعندك على انجاز، بس خلص الانتخابات ما بيقول لك مرحبا. نحن ما في عندنا حكومه مثل العالم، عندنا مافيات، عندنا عصابات، عندنا عائلات حاكمه لبنان. كم شخص بلبنان هو حاكم لبنان وهو عايش برفاهيه، والشعب اللبناني كليته جوعان. نحن يا حبيبي ما رايحين نعيش مثل ما انت متصور الفيلا ولا نركب احلى سياره، رايحين نعيش بكرامتنا، رايحين لحتى يكون في مستقبل لاولادنا، لحتى اولادنا يتعلموا ويعيشوا بامان. ما بدنا شيء، هلا دولتنا تامننا الكهرباء والمي والمدرسه والامان، نرجع على دولتنا، دخيل لبنان ودخيل تراب لبنان. مين قال لك ما لبنان لا يطلع في لبنان؟ لبنان بس هيدي هي الحياه، شو بدي اعمل؟ حتى لك محلي يا اخي، شو بدي اعمل؟ بعت بيتي وبعت سيارتي وتركت شغلي وعملت كل شيء، كله مشان امن مستقبل اولادي، ما مشان الرفاهيه، بس بالنهايه عندي اطفال بدها تاكل، في عندي اولاد صغار بدها تاكل، بدها تعيش بكرامه، انا كل يوم بعيش على اعصابي، ابني وين راح وبنتي وين روحت، هيدي بلد هيدي؟ خلي بلدنا يكون فيها دولة محترمة تأمن كل شيء لحقوق للناس. بتمنى على كل الشباب ينتبهوا، خصوصا بعد الجمعة اللي مرقة، البحر عولي كتير، ينتبهوا على اولادهم يا شباب، ينتبهوا على اولادهم، ينتبهوا على اولادهم وعلى نسوانهم، ينتبهوا على حولهم، البحر عولي كتير، الناس عم تموت ما حدا بيسأل عنها، لا الغفر اليوناني بيسأل ولا التركي بيسأل، اللي بيموت من كيسه. تصور انه الناس عم تروح بدها تموت مشان تعيش.